السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتعاني من البرد الشديد مصاحب معاه صداع ومصاحب معاه كحة وأحيانا كمان بيكون معاه بلغم، يبقى الفيديو ده مناسب جدا لحضرتك. هنعرف في الفيديو النهارده ازاي نتعامل مع البرد المصاحب بكحة ومصاحب ببلغم كمان. تابعونا لآخر الفيديو عشان تستفادوا بكل معلومة. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي لي واحد الصيدلية ويقول لي يا دكتور أنا عندي برد، عاوز حبيتين للبرد. طبعا لازم تسأله أسئلة مهمة جدا، ألا وهي: أولا حضرتك بتشتكي من إيه؟ هل عندك رشح ولا لأ؟ هل مناخيرك مكتومة ولا لأ؟ هل في بلغم ولا لأ؟ هل في تعب في زورك ولا لأ؟ نسأل الأسئلة دي كلها ونعرف إيه هي الأعراض بتاعته إيه، لأن أعراض البرد تختلف من شخص للتاني. بمعنى إن ممكن شخص يجي لي ويقول لي يا دكتور أنا عندي رشح بس، ما عنديش أي حاجة تانية خالص، يبقى إحنا هنديله حاجة للرشح بس. يا دكتور انا عندي تعب في زوري ومناخيري تعباني وفي حرقان في مناخيري هنا، ده برضه له حاله تانية. يا دكتور انا مناخيري مش عارفه اتنفس، مناخيري مكتومه خالص، برضه ده حاله ثالثه. يا دكتور انا عندي كحه شديده ومش قادر، تعبان، الكحه تعبتني خالص وفيها بلغم. كل الحاجات دي عاوزين نتعامل معاها في فيديو سريع النهارده ان شاء الله، ونعرف كل حاله نتعامل معاها ازاي. اولا لو واحد عنده رشح فقط، مفيش اي حاجه تانية غير الرشح، هنديله حاجه للحساسيه. عندي ادويه الحساسيه كتير جدا في الصيدليه، اشهر حاجه فيها حاجه اسمها ديكانست اس ار. دوت بيحتوي على ماده مضاده للحساسيه وماده مضاده للاحتقان، يعني لو في احتقان كمان في الزور او في الانف هيبقى فعال جدا ديكانست اس ار. لكن مشكله ماده اللي هو السودوفيدرين اللي هي مضاده للاحتقان معايا لو في تعب في الزور او احتقان في الانف، ده مشكلتها ان لو حد عنده ضغط عالي ممنوع اديها له، طبعا لو في حمل ممنوع اديها لها. يبقى خلصنا من اول حاجه معانا وعرفنا اول حاله نتعامل معاها ازاي، فعاله جدا في الديكانسيت. تاني حاله لو في رشح وتعب في الزور، رشح وتعب في الزور قلنا هندي ديكانسيت. ممكن ندي برضو حاجات تانية كتير زي مين؟ عندي زي الكونجستال، عندي زي الكولد فري، عندي ال1 2 3، وعندي اعلى دواء معانا الا وهو الكولدا تريكسي. الكولدا تريكسي دواء فعال جدا في حالات البرد الشديده المصاحبه بتعب في الزور، وكمان لو في كحه معانا هيبقى فعال جدا لو كحه ناشفه. طيب لو كحه ببلغم لازم ناخد حاجه مذيبه للبلغم زي الميوكوسول اقراص، زي الميوكوتيك اقراص، بناخد مرتين في اليوم. وادويه البرد كلها برضو بناخد مرتين في اليوم، ما بنزودش على كده، لان مشكله ادويه البرد انها بتعمل لي دوخه كده وبتعمل مشكله في موضوع النوم معانا، وبالتالي يعني يفضل ان احنا ناخدها بالليل، وممكن ناخدها الصبح برضو لو في شغل نتجنب الكلام ده معانا. طيب يبقى نرجع تاني ونقول لو عرفنا لا عندي اللي هو الكولدا تريكسي اكتر دواء فعال لو كحه والبرد والتعب في الزور. طيب لو عندي واحد عنده المخاط بتاعه اخضر، ده بقى حاجه تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم عليها. لو البلغم بتاعه لونه اخضر، في الحاله دي اخضر او اصفر او اللون بتاع البلغم بتاعه متغير، في الحاله دي لازم ندي انتي بايوتكس مضاد حيوي، لازم في الحاله دي على طول ندي مضاد حيوي عشان نلحقه. طيب يا دكتور انت قلت قبل كده ان البرد ده عباره عن فيروس والمضاد الحيوي ده عباره عن حاجه نديها للبكتيريا، طيب الكلام ده ايه علاقته ببعضه؟ اقول لك والله ان الفيروس ده ممكن يكون مصاحب معاه بكتيريا دخلت كده معاه كده، يعني ايه، استغلت الموقف ودخلت معاه وهاجمت الجسم، وبالتالي في الحاله دي لازم ادي مضاد حيوي في حالات معينه، زي الحالات اللي هي البلغم لونه اتغير معانا. في حالات كمان لو في تعب في زور استمر لفتره 3 ايام فاكتر، برضه هدي حاجه زي الزيسترون اقراص، في منها 3 وفي منها 5 على حسب الحاله المعايه. لو الحاله شديده هدي 5 اقراص لمده 5 ايام بعد الغداء بساعه، لو الحاله بسيطه هدي 3 اقراص معانا. الحاجات دي مهم جدا نعرفها ونفهمها كويس جدا، ونركز في كل حاجه من الحاجات دي، ما ناخدش اي حاجه وخلاص، ما ناخدش مضادات حيويه كده على الفاضي، لا نعرف احنا بناخد ايه لايه. مهم جدا يا جماعه موضوع التوعيه، وتشاركوا معانا الفيديوهات عشان الناس تعرف. عاوزين نزود ثقافتنا في الادويه ونعرف كل دواء واستخدامه ايه معانا. بعتذر على الاطاله في الفيديو، بشكركم على حسن المتابعه، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.